هدأت إدارة نادي أولمبياكوس اليوناني جماهيرها بقرارها التراجع عن ضم النجم المغربي حكيم زياش، والذي كان يعتبر أحد أبرز الصفقات المنتظرة للفريق في الفترة الأخيرة. ووفقا لتقارير صحفية يونانية، فإن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة للأمر، وكشف عن أسباب عدة دفعت النادي للتراجع عن هذه الصفقة. السبب الرئيسي وراء هذا التراجع يعود إلى أداء حكيم زياش الذي لم يقنع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب لويس مندليبار. فقد أبدى المدرب تحفظه على اللاعب، مشيرا إلى أن أسلوب لعبه لا يتناسب مع فلسفة الفريق التي تعتمد على مشاركة لاعبي الوسط في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف، كما أن غياب زياش عن التسجيل بشكل مستمر والإبداع الهجومي كان عاملا حاسما